السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم كبسة الفراخ. بجد طعمها حلو جدا وبسيطة كده وسهلة في تحضيرها، وكمان هتنفع معاكم بقى ان شاء الله في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. فتعالوا بقى نشوف الطريقة والمقادير. تعالوا بقى نشوف المقادير. انا معايا النهارده 3 وراك، ممكن تستخدموا بقى فرخاية كاملة زي ما انتم حابين. كمان معايا حوالي بصلتين او 3 صغيرين، بتقطعهم في الكبة يعني تقطيع كده خشن مش فرم يعني. كمان معايا كوبايتين رز بسمتي او رز مصري، ومعلقتين صلصة. ومعايا كده بطاطس قطعتها مكعبات. البطاطس دي على فكرة بيكون طعمها حلو جدا في الوصفة دي. البهارات اللي انا هستخدمها معايا ورقتين لورا، وثلاث فصوص حبهان، وكمان 3 فصوص كده قرنفل، وفصين توم قطعتهم صغير، وليمون مجفف، ومكعب مرقة. وكمان معايا عود قرفة، ومعايا ملح وفلفل اسود وكزبرة وبهارات كبسة وكمان كركم. دي البهارات اللي انا استخدمتها النهارده. نشوف هنحضرها ازاي. حلة على النار، هضيف عليها كده حوالي معلقتين كبار من الزيت، وهضيف كمان عليها معلقة كبيرة من السمنة. ممكن تستخدموا زيت بس، ممكن سمنة بس، يعني زي ما تحبوا. وبعد كده هنضيف عليهم البصل. البصل ده انا قطعته كده يعني في الكبة، تقطيع خشن مش فرم يعني. الوصفة دي بتحب البصل كتير، يعني ممكن تحطوا 3 بصلات، بصلتين كبار. بتدي طعم حلو جدا. هقلبهم كده شوية. عايزة بقى في الخطوة دي البصل يكون يعني يعني يكون داخل على التحمير شوية. احنا مش عايزينه زي السمك، ومش عايزينه يتحرق، احنا عايزينه يبقى لونه ذهبي كده. هو ده اللون اللي انا عايزاه. شايفين بيكون عامل ازاي؟ هنزل بقى عليهم الفراخ، سواء بقى عاملة وراك او الفرخة كاملة بس هتقطعيها، او فرخية كده صغيرة تقطعيها نص، يعني زي ما تحبوا. نزلت كده الفراخ. ياخدوا الصدمة كده بتاعت الحلة السخنة. وكده كده انا هوريكم هنعمل فيها ايه دلوقتي. هضيف عليها كمان كل التوابل معايا، هضيفها كلها مرة واحدة. وهديهم بقى تقليبة كده. عايزة يعني يعني التوابل كده تسخن وريحتها تطلع، وتتغلف كلها كده بالفراخ زي ما انتم شايفين. كمان هضيف عليهم معلقة الصلصة. هغطي بقى عليهم شوية واسيبهم كده يسخنوا مع بعض، والصلصة كده يعني تسخن، والتوابل والفراخ كمان يعني تاخد تشميعة كده حلوة. وبعد كده هضيف عليها المية. المية دي مغلية. اهم حاجة ان انتوا طالما حاطين فراخ او لحمة سخنة وبتشوحوها بالشكل ده، ضيفوا على طول عليها المية مغلية، ما تضيفوهاش باردة علشان خاطر ما توقفش السوا بتاعها. هعمل ايه بقى؟ معايا صينية او بايركس او اي حاجة انتوا هتحطوها في الفرن. هحط فيها بس معلقة زيت كده علشان خاطر ما تلزقش فيها الفراخ. وهعمل هحط بقى الفراخ، يعني تاخد بقى تحميرة كده ولون حلو، علشان يعني يكون لونها حلو وشكلها حلو في الاخر. هي تقريبا استوت وخدت الطعم بتاع البهارات كله، وبقت زي الفل. انا بس هديها لون علشان هي اللون ده مش تعرف تاخده في الحلة، فهديهولها في الفرن تحت الشواية. يعني مش محتاجة ان انتوا تولعوا الفرن من تحت، افتحوا بس الشواية من فوق وخلاص كده هتاخد اللون وهتبقى جميلة اوي. المية بقى دي اللي هي اتبقت هحط عليها البطاطس، برضو يعني تاخد من الطعم. وكمان هضيف عليهم الرز. عايزين بقى تضيفوا رز مصري، رز بسمتي، يعني زي ما انتوا حابين. وهشوف كده المية لو محتاجة مية تاني هزود. هغطي بقى عليهم لحد ما الاقي ان هي اتشربت، ويبقى بالشكل ده كده. وبعد كده هنوطي بقى عليها النار وننقلها على العين الصغيرة، وبعد كده نغطي عليها ونسيبها لحد ما تستوي. شفتوا طريقة تحضيرها بسيطة قوي ومبتاخدش وقت خالص وسهلة. هي بس يدوب تسوية الرز وتسوية الفراخ، وبس كده مش اكتر. وقدمتها بالشكل ده. فكده وتقولوا لي رأيكم فيها ايه.
تنسوش بقى تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديدة، وما تنسوش تعملوا لي لايك لو عجبتكم.